بموهبة كبيرة وطموحات أكبر، هكذا ابتدأ كريستيانو رونالدو مساره الكروي كحال عدة لاعبين آخرين. ولكن الموهبة لوحدها لا تكفي أبدا، يجب أن تصاحبها عدة عوامل رئيسية: العمل الجاد، الإرادة، الثقة بالنفس، والشخصية القوية. هذه قصة بداية مسيرة كريستيانو وكيف وصل إلى القمة الكروية. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. في جزر ماديرا وبالتحديد في العاصمة فونشال ابتدأ كريستيانو مسار الاحتراف الكروي، وقام كريستيانو بالتركيز على كرة القدم بعمر مبكر، وذلك أتى على حساب الدراسة في المدرسة. وبسبب المشاكل المادية لدى عائلته وافقت والدة كريستيانو على هذا القرار الذي قد يكون قرار ساذج. ولعب كريستيانو للفريق المحلي أندورينيا من عام 92 حتى عام 95، وكان والده رجل المعدات هناك. وصلت الأخبار عن كريستيانو لمدرب فريق ناسيونال للشباب، والذي كان بالصدفة فرناندو سوزا والد رونالدو الروحي. فرناندو لعب دورا كبيرا في قرارات كريستيانو المبكرة، خاصة مع غياب والده دينيس، ليس لقلة الاهتمام بل بسبب الإدمان على الكحول. وعلى الرغم من محاولة النادي الأكبر في ماديرا مارتيميو في جلب كريستيانو، فضل رونالدو فريق ناسيونال، وقام النادي بإتمام الصفقة: مجموعتان من الأطقم و20 كرة. كان الثمن لكريستيانو الذي يبلغ من العمر 10 سنوات آنذاك. في ناسيونال قام كريستيانو بتجربة المستوى الأكاديمي الكروي، وكانوا مدربين ناسيونال قلقين من نقص التغذية لدى كريستيانو والذي قد يبطئ نموه، وطلبوا من والدته بتزويد نظامه الغذائي بمزيد من الأسماك واللحوم. ولكن في كل الأحوال الموهبة كانت واضحة، وبينما كانوا الأطفال يتدربون لساعتين أو 3 في اليوم، كان كريستيانو يتدرب مع الكرة بين 10 إلى 12 ساعة يوميا بسبب تفرغه من الدراسة وعن مهام المنزل. وخلال 2 أصبح رونالدو كبيرا على الجزيرة. الخطوة القادمة أصبحت مسألة وقت. لعب الأب الروحي لكريستيانو دورا كبيرا مرة أخرى، حيث ذكر اسم رونالدو لرئيس رابطة نادي سبورتينغ في ماديرا، جواو دي فريتاس. دي فريتاس كانت لديه علاقة جيدة مع رئيس الكشافين في نادي سبورتينغ أوريليو بيريرا، الذي كان مسؤولا عن جلب مواهب مثل فوتري، فيغو، كواريزما، ناني وموتينو للنادي. في تلك الفترة عملية كشف المواهب كانت بسيطة، لذلك قام بيريرا بمنح كريستيانو أسبوع لإجراء التجارب في أكاديمية سبورتينغ. كان نادي ناسيونال لديه دين مع نادي سبورتينغ والذي وصل إلى 25,000 يورو، وكانوا يعانون من أجل سداد هذا الدين، لذلك قاموا بالتخلي عن رونالدو من أجل إسقاط هذا الدين. كان السعر باهظا جدا من أجل جلب طفل يبلغ من العمر 12 سنة فقط، ولكن قام بيريرا بإقناع الإدارة، وخرج كريستيانو من ماديرا لأول مرة وسافر وحيدا إلى لشبونة. ما لفت انتباه مدربين سبورتينغ وبالتحديد أوريليو كانت شخصية كريستيانو. الموهبة موجودة بكل تأكيد، ولكن السمات الشخصية كانت مهمة للجهاز الفني. بعد التجارب وافق أوريليو على بقاء كريستيانو، وفي صيف من عام 97 أصبح جزء من أكاديمية سبورتينغ. واجه كريستيانو صعوبات كبيرة في أكاديمية سبورتينغ. كانت اللهجة المستعملة في العاصمة مختلفة تماما عن ماديرا، ولم تكن هناك فئة عمرية خاصة بعمر كريستيانو آنذاك، لذلك انضم إلى فئة عمرية أكبر ب2 وعاش بعيدا عن عائلته لفترة طويلة. كان من السهل أن يستسلم كريستيانو ويعود إلى ماديرا، وكان قريبا من أن يعمل ذلك في عدة مناسبات في البداية، ولكن بقي في لشبونة حتى يحقق أحلامه. على الرغم من تركيزه الكبير في التدريبات وروح التنافسية، واجه كريستيانو مشاكل خارج النطاق الكروي، وبالتحديد في الدراسات الأكاديمية التي كانت إلزامية.
ورونالدو واجه مشكلة أخرى، حيث كشف أن هناك تسارع في نبضات قلبه، وقام بعملية جراحية حتى يعالج المشكلة في عام 2000، وعاد للتدريبات بعد 3 أشهر. في سبورتينغ حاول المدربون أن يبينوا لكريستيانو بأن الكرة ليست ملكه، كان عليه أن يتحول من لاعب فردي إلى لاعب جماعي. ومع مرور الوقت تطور كريستيانو كثيرا، ومنحه نادي سبورتينغ أول عقد احترافي له في إبريل من عام 2001، وبمساعدة أفضل مدير أعمال برتغالي في ذلك الوقت خوزي فيغا. كان العقد يمتد ل4 سنوات و2000 يورو كراتب شهري، والشرط الجزائي لرونالدو الذي يبلغ من العمر 16 سنة آنذاك كان 20 مليون يورو. في بداية موسم عام 2001-2002 استطاع رونالدو أن يجلب والدته حتى تعيش معه في لشبونة، وبينما اقتربت عائلته استطاع كريستيانو أن يقترب شيئا فشيئا إلى الفريق الأول في سبورتينغ، حيث تم استدعائه ليتدرب مع الفريق الأول من قبل المدرب الروماني لازلو بولوني. بعد عدة حصص تدريبية كتب بولوني تقريرا عن رونالدو: قدرة هوائية ضعيفة، ويستعمل تكنيك ضعيف للقفز، نزعة دفاعية ضعيفة، بدنيا ضعيف، ليس لديه أي حواس تكتيكية كلاعب فردي أو جماعي، أناني ويفتقر إلى القوة الذهنية والتركيز. ولكن بعد 4 أشهر استطاع كريستيانو أن يتأقلم أكثر في التدريبات، ولكن بولوني رأى بأنه ليس الوقت المناسب حتى يشارك في المباريات الرسمية، حيث لا زال كريستيانو يستعمل مهارات استعراضية والتي ليس لها أي مكان في المباريات والتدريبات. وهدد بولوني بعدم استدعاء رونالدو إذا لم يتوقف عن ذلك. ونجح فريق سبورتينغ في كسب الدوري، الكأس وكأس السوبر في ذلك الموسم، ونجح المدرب بولوني في إشراك شبان مثل كواريزما وفيانا في التشكيلة الأساسية، ولا زال رونالدو ينتظر دوره. بعد نهاية الموسم كان هناك وكيل أعمال برتغالي يدعى بخورخي مندز خطط ليسرق 3 نجوم من أكاديمية سبورتينغ، وهم كواريزما، فيانا ورونالدو، والذي كان يمثلهم الوكيل جوزي فيغا. استمع مندز مع هؤلاء اللاعبين ووعدهم في البحث عن أندية كبيرة مهتمة بخدماتهم، والذي سوف يمكنهم من كسب ما لا يقل عن 1,000,000 يورو. وبعد أن نجح مندز في كسب ثقة كريستيانو اجتمع معه ومع والدته حتى يتم إقناعها بطموحاته. وفي سبتمبر من عام 2002 فسخ كريستيانو عقده مع فيغا، وأصبح خورخي مندز ممثله الأول. في الموسم التالي كان مهاجم سبورتينغ الأول خاردل يرغب في الرحيل عن النادي قريبا، لذلك أراد بولوني مهاجم آخر سواء في الوسط أو على الأجنحة. المدير الرياضي كارلوس فريتاس أخبر المدرب بأن ليس هناك ميزانية لشراء لاعبين جدد، واقترح عليه إشراك رونالدو. وافق بولوني على هذا الاقتراح، حيث رأى المدرب الروماني بأن المراهق تطور كثيرا خلال السنة الماضية. في الأكاديمية كان كريستيانو يلعب كمهاجم أو مهاجم مساند، ولكن بولوني قرر توظيفه كجناح مهاري، وقبل بداية الموسم أعلنها بولوني للصحافة: هذا الشاب سيكون أفضل من أوسيبيو وفيغو. سجل الشاب أول هدف له كمحترف في مباراة ودية أمام بيتيس، وقام المخرج بكتابة اسم المراهق على الشاشة: كوستوديو رونالدو. ثم شارك في أول مباراة رسمية له أمام الإنتر في تصفيات دوري الأبطال، والذي خرج منها نادي سبورتينغ. سجل أول هدف رسمي له في الدوري أمام نادي موريرنس في أكتوبر، ودخل في الدقائق الأخيرة أمام نادي بوفيستا وسجل هدف الفوز. كريستيانو رونالدو. بداية واعدة جدا، ولكن رونالدو لم يشارك في المباريات باستمرار، والذي كان أمرا طبيعيا لشاب يبلغ من العمر 17 سنة فقط، ولكن كانت كافية من أجل جذب اهتمام عدة أندية أوروبية. ونادي سبورتينغ لم يحرز أي بطولة في ذلك الموسم، وتم طرد المدرب بولوني. وفي نهاية الموسم أنذر مندز نادي سبورتينغ بأن إذا لم يكن كريستيانو أساسيا في الموسم القادم قد يذهب إلى نادي آخر. وخورخي مندز اجتهد كثيرا خلال هذه السنة، حيث جلب عدة عروض لكريستيانو. وصرح كريستيانو بعد بطولة تولون للشباب بأنه سعيد ليتلقى اهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة، ويحلم في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي أو الإسباني. لنرى من كانوا المرشحين الحقيقيين للتوقيع مع كريستيانو في صيف من عام 2003. أولا نادي فالنسيا. باكو روغ أحد المرشحين لرئاسة النادي اتفق مع مندش على شراء كل من كريستيانو وكواريزما إذا فاز بالرئاسة، 9 مليون يورو لكلاهما.
نادي ليفربول والمدرب جيرارد هوليير كان مهتم باللاعب وقدم عرض يساوي 8 مليون يورو، وصرح كريستيانو عن هذا العرض وقال: أحد أكبر الأندية الأوروبية، سيكون حلما لي أن ألعب لنادي لديه تقاليد كثيرة. لويس سواريز مستشار موراتي آنذاك كان مهتم برونالدو، وسافر إلى لشبونة حتى يشاهده خلال الموسم السابق، وقال لموراتي: يجب علينا التوقيع مع الشاب، سيكون أحد أفضل اللاعبين في العالم. لم يقتنع موراتي عندما علم بأن كريستيانو الشاب يبلغ من العمر 16 سنة. كان الإنتر أكثر الأندية صرفا في الميركاتو خلال هذه الفترة، ولكن لم يقدموا أي عرض رسمي. نادي يوفنتوس تقدم لشراء البرتغالي الشاب، ولكن مهاجمهم التشيلي مارسيلو سالاس رفض أن يذهب إلى سبورتينغ من ضمن صفقة تبادل. نادي بارما قدم 8 مليون يورو من أجل الشاب أيضا. رئيس أكاديمية نادي ريال مدريد رامون مارتينيز اجتمع مع سبورتينغ من أجل رونالدو أيضا. نادي برشلونة كان مهتم بلاعبين الوكيل مندش، وهم كواريزما، تياغو، ديكو وحتى كريستيانو، ولكن تقدموا لشراء كواريزما وقدموا عقد تفضيلي من أجل كريستيانو، ولكن لم يحدث أي شيء بعد ذلك. ولكن الفريق الذي كان أقرب من جميع الأندية هو نادي أرسنال، حيث قال مندز حديثا: اعتقدت في ذلك الوقت بأن كريستيانو سيذهب إلى نادي أرسنال. قبل الصيف وبالتحديد في يناير من عام 2003 سافر كريستيانو مع والدته إلى لندن حتى يزور مقر تدريبات نادي أرسنال، والتقى بأرسن فينجر وقدوته الكروية تيري أونري. في الكتاب البيوغرافي لرونالدو قال الكاتب جيين بالاغي بأن كريستيانو وقع في حب النادي وما يمثله من فلسفة كروية واهتمام كبير للاعبين الشباب، ونادي أرسنال وافق على كل الشروط، وأصبح هناك اتفاق تام بين سبورتينغ وأرسنال، واحتفظ فينجر بقميص رقم 9 لكريستيانو. ولكن عندما ذهب نائب الرئيس ديفيد دين إلى لشبونة حتى يحسم الصفقة قدم عرض أقل من المتوقع، ونادي أرسنال كانت لديه التزامات مادية كبيرة مع بناء ملعب الإمارات الجديد. ولكن هناك نادي إنجليزي آخر نجح في المفاوضات. الجميع يعتقد أن كريستيانو انتقل لليونايتد بسبب الأداء الذي قدمه أمام الشياطين الحمر في مباراة ودية في أغسطس من عام 2003، ولكن كان هناك تخطيط كبير من اليونايتد قبل ذلك. في موسم عام 2002-2003 البرتغالي كارلوس كيروش مساعد فيرغسون آنذاك تلقى تقارير متعددة عن كريستيانو، وعلم فورا بأن يجب عليهم التصرف بسرعة. لم تكن لدي أي مسؤوليات خاصة في استقطاب اللاعبين الشباب، ولكنني أبلغت السير عن كريستيانو. الإدارة كانت مترددة بشأن كريستيانو، ولكن كيروش كانت لديه فكرة عبقرية. كارلوس كيروش كان مدرب سبورتينغ بين عام 94 حتى عام 96، وكانت لديه علاقات متعددة هناك، لذلك استطاع أن يعمل اتفاقية خاصة بين اليونايتد وسبورتينغ لتبادل الأفكار والفلسفة بين الناديين، والتي قد تساعد أيضا في تسهيل بعض الصفقات المستقبلية. وبسبب هذه الاتفاقية استطاع فيرغسون أن يرسل جيم راين مدرب الفريق الثاني في اليونايتد ليشاهد حصص تدريبية في نادي سبورتينغ. شاهدت لاعب اعتقدت بأنه يلعب كجناح، ولكن يلعب كمهاجم في فريق الشباب. يجب أن نعلن عن اهتمامنا بالشاب قبل بقية الأندية. فيرغسون اقترح على إدارة سبورتينغ فكرة التوقيع مع كريستيانو، ولكن بشرط بقائه على سبيل الإعارة في لشبونة لسنة كاملة، وهو طلب مشابه لعدة أندية أخرى. بعد نهاية الموسم وبناء على الاتفاقية الخاصة ما بين سبورتينغ واليونايتد، اقترح النادي البرتغالي إقامة مباراة ودية ما بين الطرفين بمناسبة افتتاح الملعب الجديد استاديو جوزي الفالادي، والمباراة ستقام في 6 من أغسطس من عام 2003. ويوم قبل المباراة الودية اجتمع خورخي مندس للمرة الأولى مع فيرغسون. اهتمام اليونايتد بكريستيانو كان واضحا. في نفس الصيف رحل بيكهام إلى مدريد، ورحل فيرون إلى تشيلسي، ورفض رونالدينيو عرض اليونايتد ورحل إلى برشلونة. لنرى كل المعطيات على الطاولة. نادي سبورتينغ كان يعلم بأن رونالدو ومندس غير مهتمين بالتجديد مع النادي، على الرغم من رغبة المدرب الجديد فرناندو سانتوس في إشراك كريستيانو كلاعب أساسي. فيرغسون كان يريد ضخ دماء جديدة في النادي، وكريستيانو كان مناسبا ليعمل ذلك. ومندس علم أن إبرام هذه الصفقة قد تدفعه إلى قمة الصفقات الكروية. الصفقة كانت منطقية لكل الأطراف، فقط السعر الذي تبقى، ولكن علم فيرغسون بأن اليونايتد سيدفع أكثر من أي نادي آخر.
وعلم كريستيانو بأن تم الاتفاق مع سبورتينغ قبل المباراة الودية، ودخل المباراة أمام اليونايتد حتى يستعرض كل مهاراته. Twisting turn by Ronaldo. Look at that lovely little trick that he has. Here's Ronaldo. Ronaldo to swing one. Shea couldn't get near him. Ronaldo again. He's done it for 85 minutes. Unbelievably quick feet. He's going to be a superstar. And tonight he has shown us exactly what he can do. كانت المرة الأولى الذي شاهد فيه فيرغسون الشاب كريستيانو، وتحدث حديثا عن هذه اللحظة وقال: كانت أكبر موجة من الإثارة والترقب عشتها في حياتي الكروية. بعد المباراة اتضح لفيرغسون بأن يجب عليهم إتمام الصفقة فورا، وقال المدير الرياضي فريتاس بأن اليونايتد قرر أن يدفع أكثر من السعر المطلوب حتى يتم انتداب اللاعب فورا بدلا من بقائه لسنة على سبيل الإعارة، والسعر النهائي كان 12.2 مليون باوند لعقد يمتد ل5 سنوات، وتحول راتب رونالدو السنوي من 24,000 يورو إلى 2,000,000 يورو. وفيرغسون وعد مينديز بأن رونالدو سيلعب في نصف المباريات في الموسم القادم على الأقل. وعندما وصل للنادي رونالدو طلب الرقم 28 في اليونايتد، ولكن فيرغسون منحه مسؤولية ارتداء الرقم 7 التاريخي في اليونايتد، الرقم الذي مر عليه أساطير مثل جورج بيست، ستيف كوبل، براين روبسون، إريك كانتونا وديفيد بيكهام. تحول كبير في حياة رونالدو الكروية، فهل سيصل إلى مستوى التوقعات أم لا؟ في تلك الفترة كان اليونايتد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن فيرغسون رأى بأن الفريق كان بحاجة إلى جرعة من الطاقة الشبابية، وهذه إحدى عوامل نجاح السير لفترة طويلة. كان يجري تغيرات والفريق في القمة. 4 أيام بعد تقديم رونالدو إلى الإعلام شارك في أول دقائقه الرسمية. الحماس كان ملموس. استطاع رونالدو أن ينال ركلة جزاء وتم تصويته كأفضل لاعب في المباراة. وبعد 4 أيام منح سكولاري مشاركة كريستيانو الأولى مع المنتخب البرتغالي. على الرغم من البداية الواعدة كانوا زملائه في الفريق غير مقتنعين بطريقة لعب كريستيانو، ومع مرور الأسابيع والشهور أصبحت قناعاتهم تنعكس على أرض الملعب. بعد عدة مباريات أصبح المدافعون يعاملون كريستيانو بقسوة وخشونة، وردة فعل المراهق كانت سلبية، حيث أصبح يبالغ في السقوط والتمثيل. شيئا فشيئا تلقى كريستيانو سمعة سيئة، سمعة قد تدمر أي لاعب شاب أراد الاستعراض بدلا من أن يلعب من ضمن فريق. الموهبة حاضرة، ولكن كان بحاجة إلى تغيير جذري في طريقة اللعب. لنشاهد بعض من اللقطات السلبية والإيجابية من موسم رونالدو الأول مع اليونايتد. التسديد من بعيد واليونايتد متأخر في النتيجة مع تواجد حلول أمثل. سرعة كبيرة ولكن ضعف بدني واضح بعد تدخل المدافع. ركلة حرة جميلة بطريقة مختلفة عن اليوم. مهارة جميلة للخروج من ضغط نادي تشيلسي. وفي اللقطة الأخيرة نشاهد مهارة كبيرة للخروج من ضغط نادي أرسنال، ولكن تتبعها تمريرة بلا عنوان. اليونايتد كانت لديه فلسفة مختلفة تماما، ولكن فيرغسون عامل الشاب كما عامل كانتونا في السابق، معاملة مختلفة عن بقية اللاعبين، معاملة فيها نوع من التساهل، لأن على الرغم من غياب الفكر التكتيكي والجماعي لدى كريستيانو كانت لديه العقلية المثالية لأي محترف، حيث قال روي كين: كان أحد أكثر المجتهدين في الفريق على الفور. في كل الأحوال موسم أول صعب جدا لكريستيانو. هدفه الأول لليونايتد جاء في نوفمبر عن طريق الركلة حرة، وحتى شهر يناير شارك في 19 مباراة وكان أساسيا ل11. ولكن اليونايتد كان في مرحلة متذبذبة خلال هذا الموسم، حيث خرجوا أمام بورتو والمدرب مورينيو في دور 16 في دوري الأبطال. في الدوري أنهى اليونايتد الموسم في المركز الثالث خلف نادي تشيلسي المتطور ونادي أرسنال الذي لم ينهزم في أي مباراة. وصل اليونايتد إلى نهائي كأس الاتحاد حيث واجه نادي ملول من الدرجة الثانية. قرر فيرغسون إشراك كريستيانو منذ البداية حتى يتذوق طعم الفوز ببطولة، وظهر كريستيانو بشكل آخر عن الموسم، وقد تكون إحدى أهم المباريات في مسيرته الاحترافية، حيث قدم أداء استثنائي وسجل هدف، وكسب اليونايتد المباراة ب3 أهداف نظيفة. It's United's year for the FA Cup again.
سكولاري منح كريستيانو بعض المشاركات مع المنتخب قبل بطولة اليورو التي أقيمت في البرتغال، ونجح كريستيانو في الانضمام إلى تشكيلة سكولاري النهائية للبطولة الصيفية، وأصبح سادس أصغر لاعب في تاريخ البطولة. وجاء للمعسكر بثقة كبيرة، حيث صرح سكولاري وقال: هو شاب جيد، ولكن هناك من قال له أنه الأفضل في العالم، وإذا كان يعتقد أنه كذلك فسيكون من الصعب جدا العمل معه. في دور المجموعات ازدادت دقائق كريستيانو مع كل مباراة. في الافتتاحية أمام اليونان دخل كريستيانو في الشوط الثاني ومنح ركلة جزاء لليونان وسجل هدف، ولكن خسر المنتخب البرتغالي. وبعد اسيست في الفوز أمام روسيا ابتدأ كريستيانو المباراة الحاسمة أمام اسبانيا، حيث فازت البرتغال وتم تصويت كريستيانو كلاعب المباراة. ابتدأ المباراة التالية أمام إنجلترا، حيث فازت البرتغال عن طريق ضربات الترجيح، وثم سجل وعمل أسيست أمام المنتخب الهولندي في الدور النصف النهائي، وكان أساسيا للمباراة النهائية أمام اليونان، حيث أصبح أصغر لاعب في تاريخ المباراة النهائية في بطولة اليورو. ولكن المباراة عادت سيناريو للمباراة الافتتاحية، حيث فازت اليونان بمفاجأة كبيرة. كريستيانو أضاع فرصة حاسمة وكان مستاء جدا بعد المباراة. عاد كريستيانو لليونايتد كشخص مختلف كما ذكر المساعد مايك فيلن. عاد رجلا كان جسمه مختلف وملامح وجهه مختلفة، وقلنا الآن هناك بنية جسدية تصلح للكرة الإنجليزية. بدنيا كان مختلف، ولكن أداءه ظل غير متسق، وذلك ابتدأ أن يؤثر على زميله في الطرف الأيمن غاري نيفل الذي شكك في واجبات البرتغالي الدفاعية. هل تتحمله لسنة أخرى حيث يقوم بعمل جيد ولكن لا يسجل 25 هدفا ويقل تركيزه ويتخلى عن المهام الدفاعية؟ وعندما نشاهد بعض من الأمثلة من الموسم نرى أن لا زال كريستيانو يقوم بمهارات استعراضية وأيضا يأخذ عدة قرارات خاطئة في معظم المباريات، ولكن أعتقد بأنه تطور في عدة أمور. أصبح يقوم بتمريرات سريعة ومن دون تأخير، أصبحت لديه تسديدات صاروخية، وأيضا بالقدم الضعيفة. أصبحت لياقته البدنية تمتد حتى الدقائق الأخيرة، وأصبح يتجاوز تدخلات المدافعين بنجاح. التطور واضح، ولكن لا زال على بعد سنة أو سنتين من المستويات العالمية. وعلى الرغم من عودة المساعد كارلوس كيروش وقدوم الجولدن بوي وين روني، اليونايتد لا زال بعيدا عن المنافسة، خاصة مع قدوم جوزيه مورينيو إلى نادي تشيلسي والصرف الكبير الذي حدث هناك. وعاد سيناريو الموسم السابق، حيث أنهى اليونايتد الموسم في المركز الثالث وعلى بعد 18 نقطة عن البطل نادي تشيلسي، وخروج مبكر أمام ميلان في دور 16 من بطولة دوري الأبطال، والتي كانت مباراة صعبة جدا على الشاب كريستيانو، ووصول جديد إلى نهائي كأس الاتحاد. هذه المرة واجه اليونايتد نادي أرسنال في النهائي، الفريق الذي انهزم ذهابا وإيابا في الدوري على يد الشياطين الحمر، الفريق الذي سجل عليه كريستيانو هدفين في ملعب هايبري وبرز بعض من الخصائص التهديفية. في نهائي كأس الاتحاد قدم كريستيانو مستوى كبير كما فعل في النهائي العام الماضي، ولكن هذه المرة عملها أمام فريق ممتاز، حيث استطاع أن يتفوق على الظهير الصلب لورن، حيث لعب كريستيانو في الطرف الأيسر هذه المرة، وكان الضحية الأولى لعدة تدخلات عنيفة. ولكن النهائي ذهب إلى ضربات الترجيح، وبينما سجل كريستيانو ضربة ترجيحية بنجاح، فشل اليونايتد في الحفاظ على الكأس وأنهى الموسم من دون أي بطولة. عندما نشاهد أرقام كريستيانو في هذا الموسم نلاحظ تألقه اللافت في بطولة كأس الاتحاد، وعلى الرغم من التحسن البسيط في التهديف والتمريرات الحاسمة، لم يكن كريستيانو حتى هذه اللحظة من أهم اللاعبين في الفريق. كانت عروض كريستيانو خلال النصف الأخير من الموسم تشير إلى موسم ثالث مميز للبرتغالي الشاب، ولكن ما حصل على أرض الواقع هو تذبذب وركود بسيط في مستوى كريستيانو، وكان هناك تساؤل عن أفضل طريقة لاستغلال مميزات الشاب. وبينما فيرغسون لم يعتقد أنه سيتحول إلى مهاجم فتاك، كارلوس كيروش رأى شيئا آخر. مع الوقت وعندما يبلغ 28 أو 29 سنة، أنا واثق بأنه سيتحول إلى مهاجم رأس حربة.
ولكن بعيدا عن كيفية استغلال كريستيانو بالشكل الصحيح على أرض الملعب، تلقى الشاب خبر وفاة والده في سبتمبر من عام 2005، وقالت والدته: أب كريستيانو شرب حتى الموت، وذلك دمر رونالدو. المخدرات والكحول كانت تغزو فرجان جزيرة ماديرا، وبينما نجح كريستيانو في مساعدة أخيه هيوغو حيث نجا من المخدرات، فشل في مساعدة أبيه الذي رفض المساعدة من أي شخص. هذه الاضطرابات النفسية أثرت على كريستيانو خلال الموسم، حيث انطرد لتدخل عنيف وقام بإشارة بذيئة لجمهور بنفيكا في دوري الأبطال. وأيضا تم اعتقال الشاب بتهمة الاعتداء الجنسي. إصراره على القيام بالمهارات الاستعراضية وتأخير العرضيات أصبح يؤثر على علاقته مع المهاجم الأول في الفريق رود فان نيستلروي. عملة المهاجم الهولندي هي الأهداف بكل تأكيد، وانتقل في السنوات الأخيرة من عرضيات بيكهام الدقيقة والسريعة إلى شاب يفضل مراوغة اللاعبين. أرقام فان نيستلروي كانت في ركود مستمر، من تسجيله ل 44 هدفا في موسم عام 2002-2003 إلى 16 هدف بعد موسمين، وكانت الإصابات أيضا لها أثر على ذلك. العلاقة ما بين البرتغالي والهولندي تعقدت كثيرا خلال الموسم، وبقية اللاعبين كانوا يتفقون مع فان نيستلروي، حيث رأوا بأن فترة استقرار كريستيانو دامت لفترة طويلة. وقال جاري نيفل: شككت في أداء كريستيانو في منتصف عامه الثالث، وتساءلت بشكل جدي إذا كان بالفعل سيكون لاعبا كبيرا أم لا. لنرى بعض اللقطات من هذا الموسم. شاهدت عدد هائل من المراوغات الجميلة في هذا الموسم، والذي قد يؤكد سبب غضب فان نيستلروي الذي أصبح ينتظر الكرة لفترات طويلة في كل مباراة. معظم مراوغات كريستيانو كانت ناجحة، ولكن قد لا يكون القرار الصحيح في الملعب. هناك أمثلة عديدة تشير إلى تطوره البدني أيضا، وأيضا أمثلة أخرى تشير إلى قدرته الفتاكة في المرتدات. ورأينا في هذا الموسم ولأول مرة نجح كريستيانو في التسجيل عن طريق الركلة الحرة بالتكنيك الذي يستعمل، ونجح أيضا في تسجيل أول هدف أوروبي له في تصفيات دوري الأبطال. ولكن للسنة الثالثة على التوالي عانى اليونايتد، حيث خرج من دوري الأبطال في مجموعة كانت تتكون من نادي فياريال، بنفيكا وليل. في مجريات الدوري ابتعد نادي تشيلسي مجددا، وكسب البريمير ليج بفارق 8 نقاط عن اليونايتد. وبعد خروج مبكر في بطولة كأس الاتحاد، بقي لهم المباراة النهائية في بطولة كأس الرابطة أمام ويكن. الأمر الغريب الذي حدث في المباراة هو قرار فيرغسون في عدم اختيار فان نيستلروي وإشراك ساها، رونالدو وروني بالتشكيلة الأساسية. روني سجل هدفان، ساها سجل هدف، ورونالدو أضاف هدف، حيث اكتسح اليونايتد نادي ويغن في النهائي. لنرى أرقام كريستيانو خلال الموسم. قد لا يكون التطور المتوقع، ولكن هناك تحسن بسيط في عدد الأهداف. كانت سنة تطور لليونايتد كما رآها فيرغسون، ولكن الجماهير كانت غير واثقة، حيث رأت صرف نادي تشيلسي المستمر بعد قدوم شيفشينكو، كالو، بالك وأشلي كول في صيف من عام 2006. واليونايتد قرر أن يبيع فان نيستلروي إلى ريال مدريد، وروي كين رحل عن النادي في نوفمبر من العام الماضي بعد المشاكل مع فيرغسون، وأتى مايكل كاريك من نادي سبيرز. كان صيفا صعبا على اليونايتد، ولكن فيرغسون كان واثقا على الرغم من فشله في الدوري ل3 سنوات متتالية. كانوا على الشبان أن ينضجوا بسرعة. انضم كريستيانو إلى تشكيلة منتخب البرتغال لكأس العالم، وشارك في مباراتين في دور المجموعات، وسجل هدف أمام منتخب إيران. في دور ال16 كان كريستيانو أحد ضحايا معركة نورنبورغ أمام منتخب هولندا، وخرج بداعي الإصابة. في البداية بدأ الأمر وكأنه لن يشارك أمام إنجلترا في دور الربع النهائي، ولكن عاد بشكل سريع وشارك أساسيا في المباراة. بعد مرور ساعة ومن دون أهداف، كانت هناك معركة على الكرة بين روني وكل من بتيت وكارفاليو، ثم جاء رونالدو وطلب من الحكم أن يطرد زميله الإنجليزي. بعد طرد روني، الكاميرات نجحت في تصوير غمزة كريستيانو لطاقم الفريق، والمباراة وصلت إلى ضربات الترجيح، حيث نجح الحارس البرتغالي ريكاردو في صد 3 ضربات. وسجل كريستيانو الضربة الأخيرة والحاسمة. البرتغال نجحت في تجاوز هذا الاختبار، ولكن الجمهور والإعلام الإنجليزي لم يصمت. أرادوا ضحية لهذه الخسارة، وأسهل ضحية
كان كريستيانو، خاصة بعد الغمزة. كريستيانو تحدث عن الغمزة وقال بأنها كانت ردة فعل بعد تلقي أوامر من الطاقم التدريبي بشأن التقدم واستغلال الزيادة العددية، ولكن الحقيقة لا تعني شيء للإعلام. كريستيانو أصبح العدو رقم 1 لإنجلترا. بعد المباراة كان هناك نقاش هادئ ما بين فرديناند، روني وكريستيانو. الموضوع أصبح خلفهم على الفور، ولكن روني أنذر كريستيانو بأن الجمهور لن ينسى ما حدث، والإعلام سيتحدث عن الموضوع طوال الصيف. البرتغال خسرت المباراة التالية أمام المنتخب الفرنسي، وتم تصويت كريستيانو كثالث أفضل لاعب شاب في البطولة. وبعد البطولة وبعد مشاهدة ردة فعل الإعلام الإنجليزي الساخب، كريستيانو فكر بشكل جدي في مسألة الرحيل عن مانشستر، وذلك التفكير جاء على الرغم من التواصل الغير متقطع ما بين كريستيانو وروني. كريستيانو سأل خورخي مندس عن فكرة الرحيل، ولكن مندس نصحه بالعودة والبقاء في مانشستر. في الأخير اجتمع فيرغسون مع كل من مندز وكريستيانو في منزل كارلوس كيروش، وتحدث عن كيف بيكهام مر بنفس التجربة في عام 98. أنت من أشجع اللاعبين الذين أتوا إلى مانشستر يونايتد، ولكن الرحيل ليس بالأمر الشجاع. بعد أيام قليلة تحدث كريستيانو للإعلام: ليس هناك أي سبب لي لمغادرة النادي الذي كان دائما يدعمني، كل شيء سيتقرر في الأسبوع المقبل. في هذه اللحظة كان من الواضح بأن كريستيانو سيبقى، وأصبح جاهزا للتحدي وتعامل مع الأمر بأفضل طريقة. أخيرا لقد وصل كريستيانو. في الحصص التدريبية الصيفية اجتمع فيرغسون مع الكابتن غاري نيفل، روني ورونالدو، وحس فورا بأن هناك تكاتف كبير في المجموعة، وعلاوة على ذلك استطاع السير أن يخلق شعورا بأن العالم بأكمله كان ضد مانشستر يونايتد. المباراة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي أمام نادي فولهام تلقت تغطية إعلامية كبيرة جدا، تم تحليل كل خطوة وردة فعل من قبل كل من روني ورونالدو، ورسمت الصحف صورة خاطئة عن الثنائي، والميركاتو الصيفي لم يغلق، لذلك اعتقدوا بأن بداية سيئة للموسم قد تدفع البرتغالي إلى الرحيل، ولكن الحقيقة كانت بعيدة كل البعد عن ذلك، حيث اكتسح اليونايتد نادي فولهام. This is an unbelievable start from Manchester United for Ronaldo! Rooney provider, Ronaldo the finisher. المباريات خارج الميدان كانت مختلفة تماما، حيث كانت الصيحات والشتائم تصاحب كل لمسة على الكرة لكريستيانو. على الرغم من عدم تسجيله أو صناعته لهدف في هذه المباراة، إلا وأن رونالدو كان لاعبا مؤثرا، حيث قام بقرارات صحيحة وإيجابية طوال المباراة، لذلك كان هذا الموسم مختلفا عن ما سبق. وتحول تركيز الإعلام سريعا إلى السباق المثير ما بين اليونايتد ونادي تشيلسي، حيث ابتدأ اليونايتد الموسم بصورة إيجابية جدا، حيث قال غاري نيفل: بداية ذلك الموسم كانت من أمتع 6 شهور رأيتها في اليونايتد. عدة لاعبين كانوا يقدمون مستويات كبيرة كساها، جيجز، روني، سكولز ورونالدو. في نهاية النصف الأول من الموسم كان اليونايتد متصدر الدوري ب15 انتصار بعد 19 جولة، ولكن نادي تشيلسي لم يكن بعيدا. استطاع كريستيانو في هذا الموسم أن يجمع كل خصائصه لتقديم مستوى مؤثر وعالمي، استعراض أقل وبفعالية أكبر، التكنيك، القوة البدنية، السرعة، والتهديف. أصبح يحسم المباريات لوحده. وموهبة كريستيانو انفجرت في شهر نوفمبر وديسمبر من عام 2006، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في الشهر مرتين على التوالي، أمر لم يحدث منذ بيركامب في عام 97 وفاولر في موسم عام 95-96. واستطاع أن يسجل ثنائية في 3 مباريات على التوالي أمام أستون فيلا، ويغن وريدينغ. مثال جيد على قدرته في حسم المباريات أتى في مباراة خارج الميدان أمام نادي فولهام في شهر فبراير من عام 2007. كان اليونايتد تحت خطر كبير في ملعب الكريفن كوتج، ولكن في الدقيقة 88
تقدم كريستيانو ليحسم المباراة بهدف فردي. Ronaldo's away this time. He's 3 up with it. Zaha goes to the near post. Ronaldo goes for goal! And he scores the goal! عندما تشاهد لاعب يسجل هدف من هذا النوع وفي الدقيقة 88 وتحت ضغوطات تشيلسي الوصيف، فليس هناك شك بأنك تشاهد شاب يتحول إلى نجم حقيقي. بعد المباراة استطاع اليونايتد أن يحافظ على فارق ال6 نقاط عن نادي تشيلسي، واستمرت هذه العروض لكريستيانو في الشهور التالية، واتفق كل من مندز والنادي على تجديد عقد البرتغالي حتى عام 2012 وبراتب أسبوعي وصل إلى 119,000 باوند. في دوري الأبطال كريستيانو واليونايتد كانوا بأفضل مستوياتهم، حيث نجحوا في تسجيل 7 أهداف أمام نادي روما في الدور الربع نهائي، وسجل كريستيانو هدفين وصنع آخر، وكان أول هدفين له في دوري الأبطال. واجه اليونايتد نادي ميلان في دور النصف النهائي، وبينما نجح كريستيانو في تسجيل هدف وفاز الفريق ب3 أهداف مقابل هدفين في الذهاب، كان غير مؤثرا في الملعب. وعندما لعب في السانسيرو كريستيانو عانى مجددا، حيث ابتدأ في الطرف الأيسر وكان تحت رقابة لاصقة من جينارو غاتوزو ولم يؤثر على المباراة. وخسر اليونايتد ب3 أهداف نظيفة وخرج من البطولة. في الدوري وبعد تعادل تشيلسي أمام أرسنال استطاع اليونايتد أن يحسم البريمير ليج للمرة الأولى منذ 4 سنوات، والصراع أمام مورينيو ونادي تشيلسي تجدد في نهائي كأس الاتحاد. رونالدو ابتدأ المباراة في الطرف الأيسر، ولكن المباراة كانت غير مثيرة ومع فرص محدودة للطرفين، وتشيلسي فاز بعد هدف دروغبا في الشوط الإضافي الثاني. كريستيانو قدم أفضل موسم له على الإطلاق. في أول 3 سنوات مع اليونايتد شارك في 137 مباراة وسجل 27 هدف. في هذا الموسم فقط نجح في تسجيل 23 هدفا في 54 مباراة ومع 24 تمريرة حاسمة، وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب وأفضل لاعب بشكل عام من قبل رابطة لاعبي كرة القدم في إنجلترا، وهو أمر لم يحدث منذ عام 77 عندما فاز أندي غراي بالجائزتين. استطاع كريستيانو أن يكسب الجميع، الإعلام، الجماهير، وحتى اللاعبين المنافسين. ليس هناك شك بأن كريستيانو أصبح أحد أفضل اللاعبين في القارة العجوز. الموسم الجديد كان من المتوقع بأن يكون مميزا لرونالدو، من دون التزامات مع المنتخب في الصيف ومع تعزيزات قوية لليونايتد في الميركاتو، ولكن الموسم لم يبتدأ بالصورة المثالية، حيث ابتدأ اليونايتد مسار الدفاع عن اللقب بتعادلين وخسارة، وكريستيانو تلقى طرد مباشر في المباراة الثانية أمام نادي بورتسموث. مساعد فيرغسون راني مولنستين الهولندي قام باستغلال هذه الفرصة مع غياب كريستيانو ل3 مباريات لتقديم أفكار جديدة للنجم البرتغالي ولتحليل مباريات كريستيانو السابقة معه بشكل مباشر. طلب راني أولا من رونالدو تحديد عدد الأهداف الذي يطمح في تسجيلها خلال الموسم، وقال كريستيانو أنه يمكنه تسجيل ما بين 30 إلى 35 هدفا، بينما قال راني أنه يمكنه تسجيل 40 هدفا. ثم قام راني بتعليم كريستيانو تكتيك المهاجمين، وقام بعرض بعض من مقاطع لدينيس لو، جورج بيست، رود فان نيستلروي وسولشاير. جورج بيست كان يشابه كريستيانو في طريقة تسجيل الأهداف الاستثنائية، ولكن البقية كانوا هدافين حقيقيين. اللمسة الواحدة، التسجيل داخل منطقة الجزاء، الرأسيات، التسديدات على طاير. تم تخصيص حصص فردية لكريستيانو حتى يتم التركيز على تصوره للأهداف، التحركات، اختيار أفضل مساحات داخل منطقة الجزاء للتسجيل، وتفاصيل فنية أخرى. عندما عاد كريستيانو بعد الإيقاف استطاع أن يتجاوز سجل أهدافه في الموسم السابق في يناير من هذا الموسم. أصبح كريستيانو يسجل أهداف بطرق متنوعة، وأصبح لديه حس تهديفي عالي جدا. في هذا الموسم رأينا رأسيات متعددة. عندما سجل رأسية أمام نادي ويغن جاءت وكأنها مفاجأة لكريستيانو. في نفس الشهر سجل رأسية أخرى، ولكن هذه المرة بتخليص أفضل، وكريستيانو لا زال متفاجئ. في الشهر التالي قفز كريستيانو ليسجل رأسية جميلة أمام بلاك بيرن. هذه المرة الأمر لم يكن مفاجئا، أصبحت الرأسيات جزءا أساسيا من ضمن مهارات كريستيانو.
مباراة أمام فولهام في ديسمبر أظهرت قدرته على تسجيل الأهداف بطرق متنوعة. الهدف الأول جاء بلمسة واحدة على الطاير، الهدف الثاني جاء برأسية، وفي مباراة أخرى أمام إيفرتون رأيناه يتجاوز من اليمين إلى اليسار ويسجل بالقدم اليسرى. تطور رونالدو اللافت خلال سنة 2007 وضعته في المركز الثاني في ترتيب البالون دور خلف كاكا وأمام ليونيل ميسي. أصبح قريبا جدا من القمة، ولكن لا زال بحاجة إلى إنجازات أكبر، إنجاز مثل دوري الأبطال. وبعد أن حسم كريستيانو اللقاء أمام ليون في الدور السادس عشر، واجه اليونايتد نادي روما من جديد. مباراة الذهاب كانت صعبة جدا على اليونايتد، وفي الشوط الأول رفع سكولز الكرة في الهواء وقفز رونالدو عاليا حتى يسجل رأسية جميلة، ونجح اليونايتد في تجاوز هذا الاختبار ووصل إلى نصف نهائي جديد في دوري الأبطال. ثم واجه اليونايتد نادي برشلونة، وكان أول لقاء رسمي ما بين كريستيانو وميسي. اقترح كارلوس كيروش تغيير تكتيكي قبل المواجهة لكريستيانو، حيث ابتدأ البرتغالي المباراة في مركز المهاجم، حيث اعتقد كيروش بأن رونالدو سيواجه مشاكل في تغطية الطرف الأيمن لبرشلونة، واستعان ببارك جي سونغ لمراقبة تحركات ميسي في الطرف الأيمن. رونالدو لم يعجبه هذا التغيير، حيث لم يستحوذ على الكرة كثيرا في الكامب نو، وأضاع ركلة جزاء مبكرة. المواجهة كانت صعبة على الطرفين، وانحسمت بتسديدة سكولز من خارج منطقة الجزاء في مباراة الإياب. ووصل اليونايتد إلى أول نهائي في دوري الأبطال منذ عام 99. في مجريات الدوري استمر كريستيانو في تسجيل الأهداف، ووصل السباق على البريمير ليج حتى الجولة الأخيرة. اليونايتد كان خارج الميدان أمام ويغن، وأتت فرصة كريستيانو لمسح ذكريات برشلونة، حيث تقدم البرتغالي ليسدد ركلة جزاء مهمة جدا. اليونايتد فاز بهدفين، بينما نادي تشيلسي تعادل أمام بولتون، ورفع كريستيانو بطولة جديدة. وتجدد اللقاء ما بين تشيلسي واليونايتد في نهائي دوري الأبطال. رونالدو لعب في الطرف الأيسر ومع حرية كبيرة حتى يستغل السرعة الكبيرة لمواجهة دفاع البلوز الذي استعان بمايكل إسيان كظهير أيمن. كانت مباراة صعبة بشكل عام، حيث كانت هناك رقابة لصيقة على كريستيانو، وحتى وصلت إلى رقابة ثلاثية من قبل إسيان، بالك وجو كول. في الماضي قد يعاني كريستيانو من هذه الظروف، ولكن مع تطوره في السنوات الأخيرة استطاع أن يتجاوز هذه الرقابة بانطلاقات المتعددة من دون الكرة داخل منطقة الجزاء، واستطاع أن يسجل رأسية جميلة. بعد أن سجل لامبرد هدف التعادل، المباراة وصلت إلى ضربات الترجيح، وبعد ضربتين ناجحتين لكلا الفريقين تقدم كريستيانو ليسدد. And Czech has saved from Ronaldo of all people. لحسن حظ كريستيانو أضاع تيري الضربة الحاسمة، ثم نجح فاندر سار في صد ضربة أنيلكا ليرفع اليونايتد بطولة دوري الأبطال. English night in Europe is Manchester United's night. ويرفع كريستيانو البطولة التي قد تمنحه جائزة البالون دور. ثنائية لكريستيانو وموسم استثنائي آخر من البرتغالي، حيث كسب جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي بعد أن سجل 31 هدفا في الدوري و42 هدفا بالإجمال. لذلك الجماهير كانت متشوقة لما سيفعل في الموسم التالي. كارلوس كيروش قال لفيرغسون في السابق بأن إذا استطعت أن تستخرج 5 سنوات من كريستيانو فإنك محظوظ. ليست هناك سوابق لمراهق برتغالي يذهب إلى دولة أخرى ويبقى لهذه المدة. كانت هناك تلميحات على رحيل كريستيانو في السابق، حيث ذكر قبل نهائي دوري الأبطال بأنه يحلم باللعب في إسبانيا، فلذلك كان من المتوقع بأن موسم رونالدو السادس مع اليونايتد سيكون معقدا للإدارة. ولكن قبل ذلك كان هناك اليورو في الصيف. أتت البرتغال لليورو، وكان من الواضح بأن كريستيانو هو رجل المنتخب الأول، وتشارك شارة الكابتن مع زميله نونو غوميش. البرتغال أنهت دور المجموعات بصدارة مجموعتهم، ولكن واجه كريستيانو وزملائه المنتخب الألماني في الدور القادم. باستيان شفاينشتايغر كان نجم المباراة،
بينما مجهودات كريستيانو لم تكن كافية وخرجت البرتغال من البطولة. مع كل الإشاعات حول رونالدو، سافر فيرغسون إلى البرتغال حتى يجتمع مع رونالدو في بيت كارلوس كيروش. بشكل مختصر، فيرغسون رفض بيع رونالدو إلى الميرينجي، خاصة بعد طريقة تعامل رئيس نادي ريال مدريد رامون كالديرون مع الصفقة. بالنسبة للسير، كانت مسألة الحفاظ على سلطته في الساحة الكروية، وذكر فيرغسون في كتابه الشخصي بأن إذا رونالدو بقي لسنة إضافية وقدم كل ما لديه، وعده بالانتقال إذا قدم أي نادي عرض قياسي. وافق كريستيانو وانتهى الموضوع. لسوء حظ كريستيانو واليونايتد، كان أضعف موسم لرونالدو مقارنة بالموسمين السابقين آنذاك، حيث كان يعاني من إصابة مزعجة منذ مارس من عام 2008، وتفاقمت إصابته بعد المباراة أمام المنتخب الألماني في اليورو. لذلك تم الاتفاق على إجراء عملية جراحية وابتعد عن الملاعب لمدة 6 أسابيع. عاد رونالدو في سبتمبر، وكان الهدف واضح: إنهاء السنة بشكل مثالي حتى يتم حسم البالون دور. لذلك عاد للتشكيلة وعاد لتسجيل الأهداف على الفور. ولكن مع كل هدف سجله في البداية كان الاحتفال هادئ، وابتدأ أن يبتعد شيئا فشيئا عن زملائه. وقال جاري نيفل: لقد كان محترفا للغاية طوال ذلك الموسم، لكنه كان يعد الأيام حتى يتمكن من المغادرة. ولكن على الرغم من ذلك، عاد كريستيانو لأفضل مستوياته وسجل هدفه رقم 100 مع اليونايتد في نوفمبر. وتم الإعلان بعدها بأسابيع قليلة عن الفائز بجائزة البالون دور في ديسمبر. ولم يكن هناك أي شك بأن كريستيانو رونالدو هو الأكثر استحقاقا للجائزة، وفاز بفارق كبير عن ليونيل ميسي وفرناندو توريس. هذه الجائزة مهمة للغاية، وأريد الفوز بها مرة أخرى. سأستيقظ كل يوم وأقول لنفسي: يجب أن نستمر في التحسن. سافر كريستيانو إلى اليابان حتى يساند اليونايتد في تحقيق لقب جديد، وهو كأس العالم للأندية، واستطاع أن يسجل هدف في مباراة النصف النهائي، وأضاف أسيست في النهائي. وعاد لمجريات الدوري ودوري الأبطال ليسجل أهداف حاسمة جدا. هدف أمام الإنتر في الدور السادس عشر في دوري الأبطال، هدف من الخيال ليحسم اللقاء أمام نادي بورتو في الدور الربع نهائي، وهدفان في ملعب الإمارات أمام نادي أرسنال في الدور النصف النهائي. وسجل هدفان أمام أستون فيلا وثم أمام السبيرز حتى يبتعد اليونايتد في صدارة الدوري ويحسم البطولة في الأسابيع الأخيرة. كسب كريستيانو الدوري، كأس الرابطة، وكأس العالم على التوالي في دوري الأبطال، وتجدد اللقاء أمام برشلونة وليونيل ميسي. سبب كريستيانو عدة مشاكل لفالديز في الدقائق الأولى، ثم غير غوارديولا مجرى المباراة بعد أن وضع إيتو على اليمين ووضع ميسي في مركز المهاجم الوهمي، وتحكم برشلونة أكثر على الكرة واستطاع أن يسجل هدفان ويحسم اللقاء. بكرة خطيرة راسية الثاني، رصاصة الرحمة من ميسي. ألغي اسم مانشستر وكتب اسم الجديد لسيد أوروبا FC برشلونة. كل الدلائل أشارت إلى مشاركة كريستيانو في آخر مباراة له مع اليونايتد، خاصة بعد رحيل كالديرون وتولي بيريز رئاسة نادي مدريد. وجاء الميرينجي بعرض قياسي، وكما وعد فيرغسون ترك البرتغال يرحل إلى إسبانيا. صفحة جديدة في مسيرة كريستيانو، حيث ملأت جماهير الميرينجي ملعب البرنابيو متشوقا لرؤية الرجل الذي جاء ليكون الحل في إسقاط برشلونة والعودة إلى قمة القارة العجوز. وبالنسبة لكريستيانو فقد وصل أخيرا إلى مبتغاه بعد سنوات من العمل الجاد والتطور. فأي مستقبل ينتظر النجم البرتغالي؟